أنا كنت مدخن للسجاير لمدة سنين، وحاولت على مدار السنين دي إن أنا أبطل على مراحل متقطعة. نفسك على طول تبطل بس ما بتبطلش، ما بتلاقيش حاجة تساعدك. في سجارة إنجليزي كده كانت موجودة بتتباع في سيتي ستارز تقريبا في 2010، اشتريتها وجربتها، كانت فاشلة فشل ذريع. وطبعا جربت الإيجو مع الليكوا، والاتنين كوارث أسوأ من بعض بكتير. فدي برضو كانت تجربة أخرى عدينا بيها وكانت في قمة الفشل، لدرجة إن أنا بعت جبت من ألمانيا حاجة اسمها نيكوريت. كانت حتة بلاستيك كده شبه اللبوسة، ما فيهاش أي تكنولوجيا ولا كهرباء خالص، فيها سفنجة وفيها نيكوتين، الهواء يعدي يسحب النيكوتين يدخله. كانت برضو فاشلة فشل ذريع وما ساعدتنيش إن أنا أبطل. كل مرة كنت بجرب ما كانش بيبقى فيه نتيجة، فبنرجع تاني للسكاير، وفي انتظار كنا إن احنا نلاقي حاجة بنقول يا رب. وفضل الموضوع بالشكل ده لحد 2015، لحد ما ابني شرر. ابني اتولد بحساسية صدر شديدة جدا، ولا بيستحمل دخان السجاير ولا حتى ريحة السجاير في نفسي وهدومي. ففي الفترة دي أنا ما كانش عندي أوبشن الاختيار، أنا كان لازم إن أنا أبطل. وشاءت الأقدار إن أنا في الفترة دي اتكعبلت في الثورة الجديدة من عالم الفيب اللي غيرت شكل التدخين الإلكتروني تماما، وطورت الأجهزة الفاريبل واتج والفاريبل فولتج اللي ظهرت تقريبا في 2013 ووصلت لنا على 2015. شاءت الأقدار إن أنا اتكعبلت في كوميونتي جديد ابتدى يظهر للفيب، وابتديت أشوف أجهزة فيب بشكل مختلف تماما. الكوميونتي ده كان في كافيه في المقطم اسمه رومانتيك كافيه، والكوميونتي ده كان البذرة الأساسية اللي بدأت الفيب في مصر أصلا. كل خميس كان بيبقى فيه تجمع هناك، في ناس ابتدت تجيب شوية وايرات، شوية قطن، شوية اكسسوارز، شوية تولز، تنكات، مدات. ابتدى يبقى في تجمع هناك، والناس قاعدة بتساعد بعضيها بس علشان خاطر تسهل لبعضيها مرحلة الانتقال من السجاير للفيب. ما كانش فيه كويلات جاهزة، ما كانش فيه كارتريدج، ما كانش فيه بوت سيستم، ما كانش فيه السهولة اللي موجودة دلوقتي دي.